أهلا بيكم. في عالم بايثون فيه هياكل بيانات كتير كلنا بنستخدمها زي الlists والdictionaries، لكن في واحد منهم قوي جدا ورغم كده كتير من الناس بتغفل عنه، وهو الsets. النهاردة هنفك شفرة الsets دي ونشوف إزاي بتدينا ميزة مش طبيعية في التعامل مع البيانات. طيب هنتكلم عن إيه النهاردة؟ هنبدأ بالأساسيات خالص، يعني إيه سات أصلاً؟ بعد كده هنقارنها بباقي هياكل البيانات عشان نعرف نختار صح، وهنشوف إزاي بتستخدم عمليات رياضية قوية، وهنفهم المقايضة المهمة جداً بين السرعة والذاكرة، وفي الآخر خالص هنشوف تطبيقات عملية من أرض الواقع. يلا بينا نبدأ بأول جزء، الهوية الأساسية للست. يا ترى إيه اللي بيخلي الست مختلف عن أي حاجة تانية نعرفها في بايثون؟ التعريف الرسمي ممكن يبين معقد شوية، بيقول إنها مجموعة قابلة للتعديل غير مرتبة من عناصر فريدة وقابلة للهاش. طيب كلمة هاشبل أو قابلة للهاش دي ببساطة معناها إن العنصر ده لازم يكون حاجة ما ينفعش قيمتها تتغير، زي رقم أو نص. عشان كده ما ينفعش نحط ليست جوه ست. بس أهم كلمتين في القصة كلها هما غير مرتبة وفريدة. فريدة يعني مفيش أي عنصر بيتكرر، غير مرتبة يعني انسى موضوع الترتيب ده خالص، مفيش أول وتاني وتالت. وشوفوا المثال ده عشان الفكرة توضح أكتر. بصوا كده على الليست اللي على الشمال دي، مليانة حاجات متكررة. بمجرد ما بنحولها لست، بوم، كل التكرار ده بيختفي. بايثون بيشيل أي تكرار بشكل تلقائي، وده يمكن أشهر وأقوى استخدام للسيتس، تنظيف أي تكرار في البيانات في خطوة واحدة بسيطة. ودي بقى حتة ممكن تلخبط ناس كتير جداً. لو شفت القوسين دول فاضيين ممكن عقلك يروح للست على طول، لكن لأ، بايثون هنا بيعتبره ديكشنري فاضي. دي غلطة شائعة قوي. طب الحل إيه؟ بسيطة جدا. عشان تعمل ست فاضي لازم تستخدم ست نفسها بشكل صريح. خلوا بالكم من النقطة دي عشان بتعمل مشاكل كتير. تمام، كده احنا فهمنا الأساسيات، عرفنا الست دي عبارة عن ايه. بس السؤال الأهم، استخدمها امتى؟ ليه اختارها هي بالذات بدل الليست مثلا؟ وده اللي هنشوفه دلوقتي. الجدول ده بيلخص لنا الحكاية كلها. الست زي ما قلنا نقدر نعدل فيها، على عكسها في حاجة اسمها فروزن ست، ودي نقدر نعتبرها أخت الست بس متجمدة ما بتتغيرش، وده بيخلينا نقدر نستخدمها كمفتاح في ديكشنري. وطبعا عارفين الليست اللي بتسمح بالترتيب والتكرار، والتابل اللي زيها بس متجمدة هي كمان. يعني قبل ما تختار لازم تسأل نفسك كم سؤال: هل الترتيب مهم؟ هل محتاج أمنع التكرار؟ هل الداتا دي هتتغير بعد كده؟ الجزء اللي جاي ده بقى هو اللي بيبين القوة الحقيقية للسيتس. الحكاية مش بس إنها بتشيل التكرار، لأ، دي جاية ومعاها كل عمليات الرياضيات بتاعة نظرية المجموعات، وكأننا بنستخدم أدوات رياضية قوية جدا جوه الكود بتاعنا. أول حاجة عندنا هي اليونيون أو الاتحاد. فكرتها بسيطة قوي، هات لي كل حاجة من المجموعة الأولى وكل حاجة من المجموعة التانية وحطهم مع بعض، بس من غير تكرار طبعا. نقدر نعملها بعلامة pipe أو بالميثود اللي هي .union. والحلو في الميثود إنها مرنة، ممكن تديها list أو tuple وهي هتتصرف. بعد كده عندنا الانترسكشن أو التقاطع. دي بقى بتجيب الحاجات المشتركة وبس. ممكن نستخدم علامة and أو .intersection. تخيل مثلا عندك حسابين على فيسبوك وعايز تعرف مين الأصدقاء المشتركين، سطر كود واحد بالانترسكشن يجيبهم لك في ثانية. وبعدين في الديفرنس أو الفرق، دي بتقولك إيه اللي موجود في المجموعة دي ومش موجود في المجموعة التانية. وهنا لازم نركز قوي، الترتيب بيفرق. يعني S-T نتيجتها مختلفة تماماً عن T-S، كل واحدة بتدي معنى مختلف. ولو الأداء والذاكرة فارقين معاك قوي، في سر صغير، كل العمليات دي ليها نسخة تانية بتنتهي بكلمة update. الفرق إيه؟ بدل ما بايثون يعمل ست جديدة خالص بالنتيجة، لا، هو بيعدل على الست الأولانية على طول. ده بيوفر في الميموري وبيكون أسرع بكتير، خصوصاً لو بنتعامل مع داتا حجمها كبير جداً. طيب سؤال مهم، إزاي السيتس سريعة بالشكل ده؟ إيه السحر اللي بيحصل ورا الكواليس؟ في الجزء ده هنكشف الخلطة السرية دي، وهنعرف كمان إن كل حاجة ليها تمن. فكروا فيها كده، لو عندنا لستة فيها مليون اسم وبندور على اسم معين، الكمبيوتر هيضطر يمشي عليهم واحد واحد لحد ما يلاقيه. ده ممكن ياخد وقت. إزاي السات بتقدر تعمل نفس الحاجة دي في لمح البصر حتى لو فيها ملايين العناصر؟ الإجابة في كلمة واحدة: هاش تيبل. تخيلوا الهاش تيبل ده عامل زي فهرس كتاب ضخم جدا. بدل ما تقلب في كل صفحات الكتاب عشان تلاقي معلومة، بتروح للفهرس تشوف رقم الصفحة وتروح عليها على طول.
الست بتعمل كده بالظبط، بتحول كل عنصر لعنوان فريد في الميموري فبتوصله فوراً من غير ما تدور. والجدول ده بيورينا الفرق الصادم. بصوا على عملية البحث N. في الست هي O of 1. يعني إيه؟ يعني سواء الست فيها 10 عناصر أو 10 مليون عنصر، وقت البحث تقريباً هو ثابت. ده شيء مذهل. أما في الليست فهي O of N. يعني كل ما الليست كبرت كل ما البحث بقى أبطأ. دي القوة الخارقة الحقيقية للستس. بس زي ما اتفقنا مفيش حاجة ببلاش. السرعة الخارقة دي بتيجي على حساب حاجة تانية مهمة جداً، وهي الميموري أو الذاكرة. الرسم البياني ده بيوضح التمن ده كويس قوي. لو عندنا 1000 عنصر في الليست هياخدوا حوالي 8 كيلو بايت. نفس ال1000 عنصر بالظبط في الست هياخدوا حوالي 33 كيلو بايت، يعني أكتر من 4 أضعاف المساحة. طب ليه كل ده؟ عشان الهاش تيبل اللي بيخليها سريعة محتاج مساحة فاضية عشان يشتغل بكفاءة. تمام، كده فهمنا النظرية وفهمنا المقايضة بين السرعة والذاكرة. يلا بينا بقى نشوف الكلام ده على أرض الواقع. إمتى الست بتكون هي الحل السحري لمشكلة بنقابلها؟ في 3 سيناريوهات الست بتكون فيها هي البطل بلا منازع. الأول وأشهرهم هو إزالة التكرار من أي بيانات، دي أسرع طريقة ممكن تتخيلها. التاني لما تكون محتاج تسأل كتير هل الحاجة دي موجودة ولا لأ وسط كمية داتا ضخمة، زي مثلا لو عندك بلاك ليست فيها ملايين اليوزرز وعايز تتأكد من يوزر معين في جزء من الثانية. والتالت وده استخدام متقدم شوية في الجرافات عشان تعرف الأماكن اللي زرتها قبل كده وما تدخلش في دوامة ملهاش نهاية. الجملة دي بتلخص كل اللي قلناه بشكل عبقري. الست في بايثون بتمثل درس نموذجي في المقايضة بين الذاكرة والسرعة. يعني الزتونة في الآخر إيه؟ لو محتاج سرعة بحث خرافية ومحتاج تتأكد إن مفيش تكرار ومستعد تدفع تمن ده في الميموري ومش فارق معاك الترتيب، يبقى الست هي صديقة المفضل. ودايما قبل ما تبدأ أي مشروع اسأل نفسك السؤال ده: إيه الأهم بالنسبة لي في الحالة دي؟ السرعة ولا الميموري ولا لازم أحافظ على الترتيب؟ إجابتك على السؤال ده هي اللي هتخليك تختار الأداة الصح وتكتب كود